غية الحمام مش مجرد مكان فوق السطوح، ده حتة من قلب صاحبها، مكان صغير بس شايل جواه حكايات كبيرة، حكايات ناس عاشت عمرها كله بين الطيران والسكوت وبين السما والأرض. في المكان ده مش بتشوف طيور وبس، ده بتشوف علاقة عمرها أطول من الكلام نفسه. تعال اما احكي لك الحكاية دي راجعة لزمن بعيد قوي، من أيام الفلاحين والبيوت القديمة، لما كان الحمام جزء من الحياة مش مجرد طير، كان وسيلة للرزق وللأكل وللتجارة. بس مع الوقت اللي بدأ كاحتياج بقى حب، وبقت الغية مش مكان تربية، بقت عشرة بين الراجل وطيوره. في بلاد كتير فيها حمام، بس في مصر الموضوع ليه روح تانية. هنا الغاوي مش بيطعم الطيور وبس، ده بيعرف مين القوي ومين الحساس، ومين بيرجع بدري ومين بيحب يلف في السما. الغية هنا مش قفص، دي مساحة حرية، بس ليها صاحب قلبه عايش جوه كل جناح. ولما يجي وقت الغروب كل حاجة تهدى واحدة واحدة، الشمس تلم نورها والسما تبقى دافية، ويقف هو لوحده فوق السطوح